هو فلتر التكييف في العربيه بيأثر على درجه سقوعيه الهواء اللي خارجه؟ قبل ما نجاوب ونقول او لا، تعالوا نبص على فلتر التكييف ونشوف مكانه ووظيفته. وظيفه فلتر التكييف الاساسيه هو انه يمنع دخول الاتربه جوه التابلو بتاع العربيه. يعني لما حضرتك تفتح التهويه الخارجيه، الفلتر ده بيفلتر الهواء اللي داخل ويمنع التراب انه يخش جوه التابلو، لان التراب لو دخل مع الرطوبه المتكثفه على السربنتينه الداخليه او الثلاجه هيعمل طينه، والطينه دي هتسد فتحاتها، وكده الهواء مش هيلاقي حته يعدي منها، وبالتالي التبريد هيقل، وهيبقى صعب كمان انك تنضفها، لانك عشان توصل لها انت محتاج تفك التابلو كله. معظم العربيات فلتر التكييف بتاعها بيبقى لونه ابيض زي ده، بس يمكن اللي ما تعرفوش ان في عربيات تانية فلتر التكييف بتاعها بيبقى لونه اسود، وده عشان بيبقى فيه كربون نشط بيمتص الروائح ويمنع دخولها للعربيه، وكمان عشان لو سيادتك قاعد بتاكل جوه العربيه يمتص ريحه الاكل. يعني كده نقدر نقول ان فلتر التكييف ملوش دعوه بدرجه بروده الهواء اللي خارجه لك، هو بس هيتحكم في مقدار تدفق الهواء اللي خارج لك، وده طبعا هيأثر على البروده بس مش بالشكل اللي انت تتخيله. دلوقتي بقى هيجي لي حد يقول لي هنغير فلتر التكييف ليه ما دام هو مش بيأثر على البروده؟ هقول لك حاجه واحده بس، انت كده مش بتحافظ على السربنتينه الداخليه او الثلاجه بتاعه تكييفك، لان تجمع الاتربه عليها هيصعب مهمتها، ومع الوقت هتعمل برومه في اجزاء معينه وممكن تتخرم وتسرب فريون، وبكده هتضطر تعمل الحاجه اللي انا لسه محذرك منها. عشان تصلحها هتضطر تفك التابلو كله، فده وقت ومجهود وفلوس بالاضافه لتكلفه السربنتينه نفسها. وعليك من ده بايه؟ ما تغير الفلتر في ميعاده يا عم. في اخر الفيديو انا محتاج حاجه واحده بس من اصدقائي الخبره، قولوا لنا فلتر التكييف بيتغير كل قد ايه؟